كانت مريم امرأة من النوع الذي لا ينسى، ليس لجمالها بل لصمتها الذي كان يشبه البحر في هدوئه، عميق وثقيل ومليء بما لا يرى. تزوجت في سن مبكرة من رجل يعمل في التجارة بين المدن، غائب أكثر مما هو حاضر، وكانت هي تربي ابنتها الصغيرة سلمى وحدها، تسقيها الصبر مع الحليب. في يوم من الأيام رأت إحدى جارات الحي رجلا يقف أمام باب مريم يسألها عن عنوان ما. لم يكن اللقاء أكثر من دقيقتين، لكن الجارة وفي قلبها شيء لم تعالجه قط ذهبت وأشعلت نار الكلام. انتشرت الإشاعة كالدخان في بيت ضيق. مريم فيها كلام، رأيت بعيني، زوجها غائب والبيت مفتوح. وصل الخبر إلى زوجها عمر عبر اتصال من أخيه، فعاد مسرعا كالعاصفة ودخل البيت ووجهه يحمل ما لا تحتمله المرأة أن ترى في وجه زوجها. صرخ، اتهم، وكاد يطلق. وقفت مريم أمامه وقلبها يشبه الزجاج المشكوك، لم يتكسر بعد لكن الشق موجود. قالت بهدوء أصعب من الصراخ: أنا أعلم ما يعلمه الله وهو يكفيني. لم تبكي أمامه، لم تتوسل، لم تقسم بالأيمان 100 مرة، فقط قالت ذلك وصمتت. انتقلت مريم للعيش في بيت أهلها بعد أن طلب منها عمر المغادرة ريثما يتحقق. كان البيت صغيرا وأصوات الجيران تصل من كل جانب، وكانت سلمى تسألها كل ليلة بعينين لا تفهمان ما يجري: ماما متى نرجع؟ فتضمها مريم بذراعين تحملان أكثر مما تظهران، وتقول بصوت هادئ كأنها تقنع نفسها قبل أن تقنع ابنتها: قريبا يا حياتي، ربنا شايف. كانت الأيام تمر ثقيلة كالحجارة. تستيقظ مريم قبل الفجر، تتوضأ بماء بارد، وتقف على سجادتها وحدها في الظلام. لم تكن صلاتها مجرد ركوع وسجود، بل كانت محادثة بينها وبين رب تعلم أنه يسمع حتى ما لم تقله بعد. كانت تبكي في سجودها بكاء لا يعلمه أحد، لا أمها التي تنام في الغرفة المجاورة، ولا ابنتها التي تحسبها قوية. وكانت تدعو بكلمات قليلة لكنها ثقيلة: اللهم أنت تعلم فأرحني. أما في النهار فكانت وجه آخر، تبتسم لأمها حتى لا تثقل عليها، تلعب مع سلمى حتى تنسى، تساعد في البيت حتى لا يتسرب إليها التفكير من فراغ الوقت. لكن في داخلها كان هناك صوت لا يصمت يسألها: حتى متى؟ ألا يكفي ما تحمله؟ لماذا الصبر وهي لم تفعل شيئا؟ وفي كل مرة يطرح فيها هذا الصوت سؤاله، كانت ترد عليه بآية سمعتها يوما فاستقرت في قلبها كالمرساة: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لم يكن أهلها يفهمون صمتها تماما. كانت أمها تقول لها أحيانا: تكلمي يا مريم، دافعي عن نفسك، اذهبي للناس وأخبريهم بالحقيقة. فكانت مريم ترد بهدوء: الحقيقة لا تحتاج مني أن أحملها، هي تحمل نفسها. وكان الحي من حولها لا يهدأ. بعض الجيران يتعاطفون في السر ويبتعدون في العلن خوفا من الكلام، وبعضهم يضيفون على الإشاعة ما لم يقله أحد، وبعضهم يأتون إلى أمها ويسألون بلسان المشفق وقلب الفضولي. وفي كل مرة كانت مريم تسمع شيئا من هذا كانت تشعر بألم حاد في صدرها، ثم تأخذ نفسا عميقا وتقول في سرها: حسبي الله ونعم الوكيل. مر شهر ثم شهر آخر، وفي الشهر الثالث بدأت سلمى تسأل عن أبيها بطريقة مختلفة. لم تعد تسأل متى نرجع، بل باتت تسأل:
هل أبي زعلان مني؟ فكان هذا السؤال هو الأصعب على قلب مريم من كل ما مر. أجلست ابنتها في حضنها وقالت لها: أبوك يحبك أكثر من أن تتخيلي، وأحيانا الكبار يمرون بأشياء لا تفهمها حتى وهم كبار. فنظرت إليها سلمى وقالت بعيون طفلة ترى ما لا يراه الكبار: ماما، أنت أحسن واحدة في الدنيا. فابتلعت مريم دموعها وضمت ابنتها وقالت في سرها: اللهم لا تجعل صبري ضياعا. وفي تلك الأيام كانت الجارة التي أشعلت نار الكلام تعيش حياتها كأن شيئا لم يكن، تخرج وتدخل وتتحدث مع الجيران، وربما نسيت ما فعلته أو أقنعت نفسها بأنها لم تكذب، بل قالت ما رأته، وما رأته كان يحتمل التأويل في ظنها. لكن الله لا ينام. بدأت الجارة تشعر بثقل في جسدها لم تعرف له تفسيرا. أول الأمر ظنته تعبا عابرا فأهملته، ثم صار الثقل مرضا أقعدها عن الخروج، ثم صار المرض أشد مما توقعت حتى باتت لا تقدر على شيء. وفي غرفتها وحدها حين يذهب الناس ويخلو الليل كانت أفكارها تعود إليها كالطيور إلى أعشاشها. كانت تتذكر وجه مريم يوم سمعت الإشاعة، وكانت تتذكر سلمى الصغيرة التي رأتها ذات مرة تمشي مع جدتها وعيناها تبحثان عن شيء لا تجده، وكانت تتذكر كلمة سمعتها في خطبة الجمعة منذ زمن بعيد: ما من إنسان يظلم أخاه ثم ينام مرتاحا إلى الأبد، فإما أن يعجل الله له أو يؤخر، وكلاهما آت لا محالة. أرسلت الجارة لمريم. لم يكن الأمر سهلا عليها، كان عليها أن تتجاوز كبرياءها وخوفها وربما خجلها قبل أن تضغط على زر الإرسال، لكنها فعلت. حين وصلت الرسالة إلى مريم وقرأتها توقفت لحظة. لم تشعر بانتصار، لم تشعر بغضب، شعرت بشيء أقرب إلى الحزن الهادئ، حزن على سنوات ضاعت وكلام قيل وجراح تركت. ثم قامت ولبست عباءتها ومشت. دخلت على الجارة وهي مستلقية على فراشها، وجهها يحمل آثار الأيام الصعبة. حين رأت مريم تدخل ملأت عيناها بالدموع قبل أن تتكلم، وقالت بصوت متكسر كأن الكلمات تؤلمها وهي تخرج: كذبت عليك يا مريم، لم يكن شيء. رأيت رجلا يسأل عن العنوان ولم أعرف كيف توقف لساني عن الكذب. ظلمتك وظلمت نفسي وأنا أعلم. صمتت مريم قليلا، نظرت إليها نظرة لا يعرف الحقد طريقه إليها، ثم جلست بجانبها وقالت: الله غفر لك قبل أن تطلبي مني، وأنا لا أملك أن أحمل في قلبي شيئا نحوك. ما مضى مضى وحسابه عند الله. بكت الجارة بكاء لم تبكه منذ زمن، وجلست مريم معها حتى هدأت، ثم قامت وودعتها ومشت. وفي الطريق إلى البيت كانت السماء تلونها الشمس بألوان لا يصنعها غير الله، وكانت مريم تشعر بخفة في صدرها لم تشعر بها منذ أشهر، كأن حجرا كان جاثما على قلبها رفع في تلك اللحظة، وأدركت أن العفو لم يكن هدية قدمتها للجارة، بل كان هدية قدمها الله لها هي، حررها به من سجن لم تبنه بنفسها، لكنها كانت ستظل فيه لو أمسكت بالحقد. وفي اليوم التالي وصل الخبر إلى عمر، لم يصله من مريم ولم ترسل إليه أحدا، وصله كما تصل الحقيقة دائما من حيث لا يتوقع أحد. اتصل به جاره القديم وأخبره بما قالته الجارة واعترافها أمام أكثر من شخص. وحين أغلق عمر الهاتف جلس على كرسيه ولم يتحرك طويلا.
مرت أمامه تلك الأشهر كلها كشريط لا يستطيع إيقافه. تذكر يوم دخل البيت كالعاصفة. تذكر وجه مريم حين اتهمها وهي لم ترفع صوتها. تذكر عيني سلمى حين رأته يصرخ على أمها. تذكر كلمة مريم الوحيدة التي قالتها: أنا أعلم ما يعلمه الله وهو يكفيني. وتذكر أنه لم يصدقها. شعر بثقل لا اسم له، ليس الخجل وحده ولا الندم وحده، بل شيء أعمق من ذلك. شعر أنه كان يملك كنزا ولم يعرف قيمته إلا حين ظن أنه أضاعه. قام وتوضأ وصلى ركعتين. لم يكن من عادته أن يصلي إلا الفرائض، لكن في تلك اللحظة لم يجد شيئا يحمل فيه ثقله غير السجود. وفي سجوده دعا بكلمات لم يعدها مسبقا: اللهم إني ظلمت نفسي وظلمت من أمانتني عليها، فاغفر لي وأعني على أن أكون أفضل مما كنت. ثم قام وأخذ مفاتيح سيارته ومشى. وقف أمام باب بيت أهل مريم. طرق الباب بيد تعرف أنها لا تستحق أن يفتح لها بسهولة. فتحت له أم مريم، وفي عينيها كلام كثير لم تقله. أذنت له بالدخول بصمت. دخل ووجد مريم جالسة مع سلمى يقرآن كتابا صغيرا. حين رفعت سلمى عينيها ورأته قفزت إليه دون تفكير: أبوي! وضمها بذراعين لم تضم شيئا يستحق منذ أشهر. وبكى بكاء لم يعرف أنه قادر عليه. ثم رفع عينيه إلى مريم وهي تنظر إليه بهدوء لا يشبه البرود ولا يشبه الغضب. نظرة من إنسان عبر بحرا وعاد إلى الشاطئ وهو لا يزال واقفا. فتح فمه ليتكلم، فقالت له قبل أن يبدأ: لا تعتذر بكلمات يا عمر، الكلام سهل. ابنتك اشتاقت لك وأنت تعرف ما عليك أن تفعله. لم يفهم في تلك اللحظة أن هذه الجملة ستغيره أكثر من أي خطبة سمعها أو موعظة قرأها، لأنها لم تطلب منه أن يثبت شيئا لها، بل طلبت منه أن يكون أبا لابنته وإنسانا يصلح ما أفسد. وهذا بالضبط ما فعله. لم يعد عمر الذي كان. الرجل الذي كان يختفي أشهرا دون أن يسأل صار يقصر أسفاره. والرجل الذي صدق الكلام قبل أن يسأل زوجته صار يقول لسلمى حين تكبر قليلا: يا بنتي، أمك علمتني أن الصامت على الحق أقوى من الصارخ بالباطل. وصارت مريم في ذلك البيت الصغير لا مجرد زوجة عادت، بل صارت درسا حيا يمشي بين جدرانه. علمت سلمى بغير كلام أن كرامة الإنسان لا يأخذها منه أحد إلا إن أذن لهم بذلك. وعلمت عمر بصبرها ما لم تعلمه له سنوات الزواج كلها. وحين سألتها أمها ذات يوم: كيف صبرت يا مريم وأنت تعلمين أنك بريئة؟ ابتسمت مريم وقالت: لأني علمت أن ربي يرى ما لا يراه أحد، ومن كان الله شاهدا لم يحتج شاهدا غيره. مرت السنوات وكأنها تمشي على أطراف أصابعها، هادئة ودافئة. وكان البيت الذي كاد أن يتهاوى قد عاد أقوى مما كان، لكن بشكل مختلف. لم يكن قوة الجدران أو اتساع الغرف، بل كانت قوة من نوع آخر، تلك التي تصنعها المحن حين يصبر عليها أصحابها. كبرت سلمى وصارت فتاة تحمل في عينيها شيئا من هدوء أمها ومن دفء أبيها. كانت تجلس أحيانا بجانب مريم وتسألها عن تلك الأيام التي لا تتذكرها جيدا لأنها كانت صغيرة، فكانت مريم تحكي لها ببساطة لا تحمل مرارة
ولا تحمل بطولة مصطنعة. تحكي كمن يروي درسا لا كمن يشكو جرحا. وكان عمر أحيانا يجلس معهما ويسمع، وحين تنتهي مريم من الحكاية كان يقول لسلمى: يا بنتي، أمك في تلك الأيام كانت أقوى مني، وأنا الذي ظننت أني القوي. في إحدى الليالي وقد أسدل الليل ستائره على الحي الهادئ، جلس عمر ومريم على سطح البيت كما اعتاد أن يفعلا في المساءات الدافئة. كانت النجوم تملأ السماء وكأنها تحكي قصصا لمن يصبر على النظر. قال عمر بصوت خفيض وفيه شيء لا يقوله الرجال كثيرا: مريم، أنا لا أعرف كيف أرد لك تلك الأشهر. قالت وهي تنظر إلى السماء: ما مضى كان له حكمة لم نرها في وقتها. أنت تغيرت وأنا تغيرت، وبيتنا صار أعمق مما كان. لو لم تحدث تلك المحنة ربما ظللنا نعيش على السطح ولم نعرف ما تحته. صمت عمر طويلا ثم قال: كيف عفوت بتلك السهولة؟ قالت: لم تكن سهلة يا عمر، لكني فهمت أن من يحمل الحقد إنما يحرق يده هو قبل أن يحرق أحدا. والعفو لم أفعله لأني لا أبالي، فعلته لأني أبالي بقلبي أكثر مما أبالي بانتقامي. وفي تلك الليلة كان الصمت بينهما من النوع الجميل، ذلك الصمت الذي لا يحتاج إلى ملء لأنه ممتلئ أصلا. أما الجارة التي كانت سبب المحنة فقد تعافت من مرضها ببطء، وكان أول ما فعلته حين قدرت على المشي أن ذهبت إلى مريم في بيتها. لم تأتي بيدين فارغتين، بل أتت بشيء أثمن من الهدايا. أتت بصدق حمله وجهها قبل أن تنطق به لسانها. وقالت لمريم أمام عمر وسلمى: أشهد أن مريم بريئة مما قيل، وأن ما خرج مني كان ظلما لا أعذر له، وأسأل الله أن يغفر لي، وأسألكم أن تسعوا في ذلك. فقالت مريم وفي صوتها دفء لا تصنعه إلا القلوب التي عرفت الألم وتجاوزته: قد فعلنا، وأنت اليوم ضيفتنا فادخلي. وحين خرجت الجارة من ذلك البيت كان وجهها مختلفا، كأن شيئا كان يثقل روحها سقط عنها في تلك اللحظة. وبعد سنوات حين صارت سلمى شابة تسأل أمها عن سر طمأنينتها التي لا تفارقها، كانت مريم تجلس معها وتقول: يا سلمى، الدنيا ستضعك في أماكن لا تختارينها، وستتهمك ألسنة لا تستحق ما تقوله، وستأتي أيام تشعرين فيها أن الصبر أثقل مما تحتملين، لكن افعلي شيئا واحدا في تلك اللحظات: اجعل الله شاهدك واكتفي بذلك، فمن كان الله شاهده لم تستطع الدنيا كلها أن تسقطه. وكانت سلمى تسمع وفي عينيها بريق يشبه النجوم في تلك الليلة التي جلس فيها أبوها وأمها على السطح ونظرا إلى السماء وعرفا أن الله لم يكن غائبا يوما. فالله يرى ما لا يراه أحد، ويعطي في وقته لا في وقتنا، ومن صبر وأحسن فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.